بعبارة بعض بالملايين. أين الذي وقته بملايين الحسنات؟ إذا اعتزوا بالدنيا اعتز بالآخرة. ولذلك أذكر الوالد رحمه الله، وهذا فقط نذكر لأشياء رأيناها وعشناها لا نتحدث. لا أذكر أني دخلت عليه والله في حياتي، وهذا شيء يحاسبني عليه الله عز وجل وما أكذب، والله ما دخلت عليه إلا وجدته قائما يصلي أو جالسا وفي حجر الكتاب، وهذا أكثر ما يكون من حالي. وأشهد بالله أن طيلة ما صحبته منذ أن أفقت ورأيته لا أعرف أنه يوما دخل بيته ولم يبدأ بالصلاة إلا أن يكون وقت نهي في حياتي كلها، ولو دخل في عز المرض رحمة الله عليه لا يمكن أبدا أن يدخل بيته إلا بالصلاة. ثم إذا جلس على فراشه ممدود له رحمة الله عليه، وأمام الفراش ما لا يقل عن 20 أو 30 كتاب، ما بين التفسير ما بين الحديث ما بين الفقه، ولا يشبع، ثم يجلس مباشرة على الكتاب، أو أدخل عليه وهو جالس يعقد تسبيح بيده، نزر قليل جدا إذا دخلت عليه، أو أدخل عليه وهو يأكل أو هو نائم. هذا الذي أعرفه، وأعرف منه لا أكبر رجل ولا أصغر رجل يضيع عليه وقته، لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته، يدخل في فضول الدنيا، يتحدث، يذهب يمينا وشمالا، هذا أمر شبه مستحيل. إما أن يعلم أو يتعلم أو يشتغل بذكر الله عز وجل، أو يسمع قصة فيها عبرة أو عظة، يخرج مع أبناء العم والقرابة، وهذا يعرفوه كلهم يعرفونه. لا يمكن أن يخرج يدعى إلى مناسبة إلا وكتابه معه، فإذا وجدهم جلسوا حلال الله وحرام الله وسوق الآخرة أقيمت وموازين وأقيمت عاش معهم. مجرد أن يقولوا فلان وعلان وبدأ السخرية يخرج من بينهم ويجلس تحت الشجرة ويقرأ. كانوا يخرجون برد حتى يأتي وقت الغداء فيتغدى ثم ينصرف. يقول الوقت رأس المال، رأس مال الوقت، ورأس مال كلنا، رأس المال من العمر كلها الوقت. وكان يقول لا أسمح لأحد يضيع علي وقتي، الوقت ما هو هدر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحمل نعمة الله عز وجل. دخل هذا التابعي على أم المؤمنين فما جلست تسأله كم تجارته كم وكم، كان رجل مبتلا بالمال، فدخل على الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته، وجلسوا من أصحاب الملايين، وقال والله بعنا العمارة الفلانية ب1,000,000 واشترينا الثانية ب3، وبعنا واحدة، اشترينا واحدة ب1,000,000 وبعناها ب4 ملايين. قال الشيخ رحمه الله حدثنا عند المشايخ قال كنت جالسا معه فقال له يا فلان بعتها ب4 ملايين؟ قال نعم. قال ما رأيك هذه 4 ملايين تعطينا منها 1,000,000 عندنا مساكين وعندنا أيتام وعندنا أرامل. فخرس الرجل ولم يعد بعد ذلك. يقول لي أحد المشايخ قال ما عاد إذا دخل عند الشيخ يأتي بسيرة المال. هكذا يؤدب الناس، هذه سوق الآخرة. لما دخلوا على المؤمنين الرضا انظروا خوفهم على الدنيا، هؤلاء يخافون على دنياهم، أنا نخاف على آخرتنا، ألا نحرص على ما يرضي الله عز وجل. والعجيب أنك يا طالب العلم ويا من تنتسب مراقب في كل طرفة عين، مراقب في جلوسك مع الناس، مراقب في اعتزازك بهذا الدين، مراقب في سمتك. والله ما تعلم أين أنت، تراقبك ملائكة، وأنك إذا كثر كلامك في ذكر الله عز وجل وطبت وطاب ممشاك ولا تجلس مجلس إلا يبارك الله لك هذا المجلس. قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. علم أن هذه الأمور ما هي عبث ولا يسخري، هذه حقيقة. والله تغبن ويصيبك القهر وأنت ترى هؤلاء يحفظون دنياهم وأنت لا تحفظ الآخر. وأعطاك الله، والله لقد أعطانا الله ما لم يعطه غيرنا، ولا أظن أن أحدا هناك أعز وأشرف من العطية التي أعطانا الله إياها، وهي العلم، وهي التي ينبغي أن نعتز بها وأن نوجد في أنفسنا، وأن نجعل كل من حولنا وكل من يصحبنا يدور في فلك هذا الأمر، وهو الإعزاز بدين الله وشغل الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته ومحبته ومرضاته. يتألم بعض طلبة العلم، يقول أجلس مع بعض طلبة العلم ولا أجد من يذكرني بالله، بل وصل الحال من الغفلة أنه ربما يقول في بعض الأحيان آتي بالمسائل وأطرحها أريد أن نستفيد وهذا، فأجد من يحاول أن يصرفني عن هذا الأمر، وقد يجابه في وجهه. ونحن لا نقول هذا من فراغ، نقول ونحن بين هدي السلف الصالح رحمه الله
أنه ينبغي علينا عمارة الوقت بذكر الله. وهذا الأمر، وهو كونك تحرص على أن يكون كلامك في ذكر الله، وأن تتذكر لا قدر الله أنه قد يحال بينك وبين الكلام، قد يحال بينك وبين الكلام، وأن الكلام محسوب عليك، وأنك إذا عمرته بذكر الله كان خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. هذه حقيقة ليست بسراب ولا خداع، حقيقة ينبغي أن تعيها وتعمل بها.